بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة اليوسفي. ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا جدا. ولادك هيحبوها قوي وضيوفك هيحبوها قوي. في ثانية، في 5 دقايق بتكوني عاملاها. جميلة قوي قوي. يلا نعمل خطوات مع بعض ونشوفها سوا مع بعض. أول خطوة معايا في كيكة اليوسفي، أول حاجة هحط 4 بيضات، وادي كمان معانا بيضة كمان حطها في الخلاط. البيضة التالتة، 4 بيضات معايا في الخلاط. طبعا انا بستخدم مع البيض الفانيليا دي. الفانيليا دي جميلة قوي. هحط باكت كامل معايا كوبايتين من السكر. ادي اول واحدة، تاني واحدة، تاني كوباية سكر. وعلى فكرة السكر ده اختياري، ممكن تحطي كوبايتين، عايزة تحطي كوباية واحدة لو انتش بتحبي المسكر. عادي مفيش مشكلة، السكر ده اختياري حسب راحتك انتي. معايا كوباية عصير يوسفي، انا كنت حطاه في الفريزر، خزناه يعني. ومعايا الخطوة اللي هي بتخلي الكيكة ما شاء الله عليها، معلقة الخل، كوباية كمان من عصير اليوسفي، ومعايا كوباية زيت على سمنة. وهضربهم كويس قوي في الخلاط وارجع لكم. وفي بولة كبيرة بجيب 4 كوبايات دقيق وانخلهم كويس قوي. وطبعا انت لازم تحفظي مقادير الكيكة. عندي 4 دقيق، 2 سكر، واحدة سمنة على زيت. لازم ننخل الدقيق كويس قوي. وادي الكوباية التانية، التالتة معايا كده، احنا حطينا 3. كوباية الرابعة، وانزل بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط تدريجيا كده، واحدة واحدة، عشان الدقيق ما يكتلش معاكي. بمشي فيه واحدة واحدة في اتجاه واحد. وانا فضلت اضرب بالمضرب اليدوي، حاسه ان العجينه طريه شويه، فهحط لها نص كوبايه دقيق. زودنا نص كوبايه الدقيق. انا عايزاها توصل للقوام المناسب اللي انا هوريه لكم في الاخر. وما ننساش معانا الكيك شيف، احنا نسينا نحطه مع الدقيق، هنحطه دلوقتي. عندي هنا بأدهن القالب بتاعي بالزيت او السمنه حسب ما انت عايزه. هنا انا ما بشيلش الفرشه بتاعتي خالص من الطاجن ده، سايباها دايما على طول عندي في الفرن البوتاجاز، بسيبها بحتفظ بيها. هنا بعد كده برش رشه دقيق عشان الكيكه بتاعتي تطلع مظبوطه. احنا بقى بندلع اكلنا وشكله وطعمه. والقالب التاني برضو نفس القصه، بدهنه بالسمنه او الزيت ورشه بالدقيق، بدهنه كويس قوي. بنزل معايا بخليط الكيك في الكب كيك. انا بحب اعملها في الكب كيك. هنزل في القالب التاني، سوري انا قلت الكب كيك، في القالب. والخطوة اللي بعد كده هندخل القالب الفرن اللي احنا عملناهم، وهنشوفهم بعد كده لما يطلعوا من الفرن. وعندي الكيكة طلعت من الفرن، ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا، ما شاء الله عليها. وانا هحطها على الصينية، هقلبها على الصينية. ومعايا هسقيه. عندي هنا سيرم كان فايض عندي من الكنافة، وانا حطيته في التلاجة، فانا هسقيه وازوقه بجوز الهند، بيديله لمعة كويس قوي السيرم.
اخر خطوة معايا هزوقها بجوز الهند. قد ايه لمعتها حلوة قوي. ده سر السمنة اللي احنا كنا، او الزبدة، او الزيت، معلقة زيت اللي احنا كنا حطيناها على السيرم. انا كنت حاطة معلقة زبدة، هي اللي عاملة اللمعة الحلوة دي. لازم تدلعي اكلك. قد ايه كيكة معايا جميلة جدا ما شاء الله عليها. انا قطعت هنا خرطة عشان اوريها لكم. ما شاء الله جميلة جدا جدا. جربيها وقولي لي رأيك فيها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة.